السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم سيكون هذا المقطع فريدا من نوعه، لأنني أحس بمسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل. لذلك أحببت أن أسجل هذا المقطع، لأن معظم متابعاتي كن صديقاتي على الفيس، وأنا معظمهن في السنة الماضية نصحتهن بهذا السيد الذي ظلم نفسه ظلما كثيرا وتغير، وكنا نعتقده على خير، ولكن مع الأسف كل يوم يتمادى يخرج بكلام أكثر من الماضي. ففي الأول بدأ هذا السيد الذي اسمه الفايد، والذي أنا أسميه الفاقد لأنه فقد شيئا مهم في حياته. هذا السيد كنا نعتبره دكتورا اختصاصي في التغذية وعلم الأعشاب، ونأخذ منه فوائد، وكنا ننصح به الكثير من الناس، وأنا من الأوائل التي كنت أنصح به، وكنت أنصح به عبر كل الدول. الصديقات التي كنا عندي أنصحهن بأن يأخذن منه الفوائد بالنسبة للصحة. ولكن مع الأسف الآن لديه ملايين من المتابعين، وتغير منهاجه تماما، فأصبح لا يتكلم في التغذية بل يتكلم في العلماء، يطعن في العلماء، يطعن في العلم، يطعن في الصحابة، وأيضا يشكك في سبحان الله حتى في الإسراء والمعراج. فهذا السيد وصل إلى مكان، والعياذ بالله. نسأل الله الثبات، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرحمنا رحمة واسعة. وأحببت أخواتي الكريمات، خصوصا لكن أنتن اللواتي تعرفنني، ونصحتكن في السنة الماضية بهذا الرجل، أن تتابعناه، وأن أن تأخذن منه فوائد بالنسبة للصحة. ولكن أنا أستطيع أن أعيش مع المرض، أستطيع أن أعيش وأنا جائعة، أستطيع أن أعيش وأنا متألمة، ولا أستطيع أن أعيش بدون ديني، ولا أستطيع أن أعيش ولا أن أكون بخير بدون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يشكك فيها هذا الرجل الظالم لنفسه، الذي أغوته الدنيا، الذي تصرح بأنه كان يريد متابعين، وهو الآن يتقاضى ملايين عديدة في كل شهر. وأنصحكن أخواتي الكريمات أن تنسحبن من قناته، وأن أن تهاجموه، لأنه يهاجم نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو شكك في الإسراء والمعراج، وقال أن حور العين ليست موجودة، حتى كذب الله عز وجل سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. وأيضا شكك في أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء، وأنه الصلاة فرضت هناك. فما هذا الذي وصل إليه هذا السيد؟ فهذا مخطط شيطاني، وهذا الإنسان وقع في هذا المخطط، ونسأل الله له الهداية. أنا لا أحب أن أتكلم في ظهر أي أحد، ولكن أنا مسؤولة أمام الله عز وجل، لأنني نصحت به في الماضي، وكنت غافلة لا أعرف ولا أعلم عنه شيئا، حتى أني كنت لا أتابعه كثيرا، ولكن كنت أدعم مقاطع والتي كانت فيها فائدة. ولكن بعد هذه الشهور سمعت عليه الكثير والكثير، ولكن بعد ذلك قلت لعله يتوب، وبعد ذلك اعتذر، وقلت الحمد لله والشكر لله، انتظرت. ولكن الآن رجع إلى ما هو عليه، فهو يؤكد أنه على حق، ولديه مع الأسف متابعين كثر، ومعظمهم يهود.
كما قال الخبراء الذين لديهم دراية بهذه المسائل التي تتعلق بالإنترنت واليوتيوب، ولكن هناك متابعين غافلين، وهناك ناس جاهلة تستمع وتصدق كل شيء. فالمسلمون الذين ليس لديهم دراية بدينهم وليس لديهم دراية بالسنة ولا يعلمون عليها شيء، فيصدقون كل شيء، فهذا خطير جدا. وهناك الكثير مثل هذا السيد، وأنا أتحدث على هذا الرجل بالضبط لأنني نصحت به الكثير والكثير والكثير من الناس. ولذلك في أسابيع كثيرة وأنا أفكر أن أعمل مقطعا وأقول لعله يتراجع. وعندما سمعت أنه تراجع فرحت كثيرا، قلت الله يهديه ويرد إليه إلى الطريق المستقيم. ولكن مع الأسف ورجع بنفس القوة وأكثر من ذلك. لذلك أخواتي الكريمات، كل من تتابعه، حتى الإخوة المسلمون الذين يتابعون قناتي، كلكم يجب عليكم أن تخرجوا من ذلك القناة وأن لا تتابعوه، لأنه يهاجم دينكم، يهاجم رسول الله، يشكك في الله عز وجل وفي رسوله. فإذا نحن لا إذا شككنا في السنة، فمن علمنا الصلاة؟ من علمنا كيف نصلي؟ من علمنا ما هي السنة وما هي الفريضة وماذا نفعل في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو يقول أن الصحابة هم لا شيء. فهذا ظلم لنفسه كثيرا، ومع الأسف هو يجر معه الكثير من الناس الذين يتابعونه. لذلك أحببت أن أعمل هذا المقطع خصوصا لتبرئتي أمام الله عز وجل، لأنني ساهمت في نشر قناته منذ مدة عندما كان لا يهاجم الدين، وكان كلامه كما ظننا أنه من أهل السنة ومن أهل الخير. ولكن مع الأسف هو أخاف عليه أن يقع له ما وقع لرئيس أتاتورك عندما مرض، وكان استهزأ بآية في سورة التين، بالآية التي تتحدث عن الزيتون، واستهزأ بها، ابتلاه الله بمرض النمل الذي عندما ما مات اكتشفوا أنه كان شفاؤه في زيت الزيتون، بالشيء الذي استهزأ به كان فيه شفاؤه. وأخشى على هذا الرجل أن يقع له ما وقع لذلك الرجل الذي أفضى إلى عمله وذهب من هذه الدنيا إلى خالقه، سيحاسبه وسيتولى أمره. وأسأل الله لنا ولكم الهداية، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا وأن يهدينا للطريق المستقيم. اذكروا الله كثيرا واستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وهذا والله أعلى وأعلم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا.